كده لو حصل معاك المواقف اللي انا هذكرها في الفيديو ده، فلو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها. فيلا واستعدوا عشان الفيديو ده هيكون حماسي جدا، ولو انت قلبك ضعيف الصراحة يعني ما انصحكش ان انت تتفرج على الفيديو ده لان القصص هتكون مرعبة جدا. فيلا بينا نبدأ الفيديو. اهلا يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم فيديو جديد، والفيديو النهارده هيكون حماسي جدا لاننا هنقول قصص رعب حصلت للناس كانوا بيلعبوا افاتار وورد ولكن للاسف كلهم توفوا. وعنوان الفيديو زي ما انتم شفتوا قصص حصلت لناس بيلعبوا افاتار وورد واختفوا جدا، محدش شافهم لحد دلوقتي لحد يومنا ده. فقبل ما نبدأ يا حبيبي ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك، عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. فيلا بينا نبدأ أول قصة معانا. وأول قصة اسمها قصص مذكرات ليلى. في يوم من الأيام كان في بنت اسمها ليلى عندها 13 سنة عايشة في بيت قديم جنب غابة. ليلى كانت بتحب تكتب في دفتر مذكراتها كل حاجة بتحصل لها في اليوم. تمام. كل حاجة بتحصل لها في اليوم تمام. فقبل كده يوم من الأيام بدأت تكتب حاجات غريبة، زي إنها بتحس إن في حد بيراقبها من ورا الشباك، وإنها بتسمع صوت حد بيناديلها اسمها في نص الليل. أهلها كانوا فاكرين إنها بتتخيل لحد ما في يوم وليلى اختفت. تمام، هنقول دلوقتي ليلى اختفت ازاي. فضلوا بقى يدوروا عليها ايام لحد ما الشرطة دخلت اوضتها ولقوا الدفتر مفتوح على اخر صفحة مكتوب فيها: هو جه واقف ورايا، مش هقدر اهرب المرة دي. ولحد اليوم ده مفيش اي اثر لليلى. وبعد سنتين من الحادثة اللي حصلت دي البيت بتاع العيلة اتباع، وفي عيلة جديدة يعني جم البيت بتاعهم. بنتهم الصغيرة في يوم من الأيام كانت بتلعب ولقت الدفتر اللي كانت بتكتب فيه ليلى مذكرتها وكل حاجة بتحصل معاها. لقت الدفتر بقى، ومن ساعتها وهي بتكتب فيه كل ليلة من غير ما حد يحس بنفس خط. كانت بتكتب بنفس خط ليلى يعني لو حد ما فهمني. وأي حد بيشوف الفيديو ده ممكن يعني ما ينفعش نقول الكلام ده الصراحة لأنه الصراحة هيخوفكوا جدا، فمش هقدر أقول لكم الكلام ده لأنه هيخوفكوا جدا، يعني ما ينفعش أقول الكلام ده. تمام، ويلا ننتقل للقصة اللي بعدها. القصة اسمها روح آية المفقودة. القصة بتبدأ حول بنت اسمها آية كانت بتعيش في مدينة صغيرة، وكان عندها حلم غريب كل ليلة بتحلم بيه. والحلم ده كان بيظهر لها كانت بتظهر في مكان مظلم وغريب، وأحيانا تكون بصوت شخص بيقول لها ارجعي للبيت. بعد فترة ابتدت تشعر بوجود شيء غريب في حياتها، زي تغيرات في الملامح أو إحساس بأن في حد بيراقبها. في يوم من الأيام اختفت آية بشكل مفاجئ في ظروف غامضة. بعد فترة بدأت الناس في المدينة تشوف حاجات غريبة في الأماكن اللي بتحب تزورها، في الأماكن اللي بتحب تروحها يعني آية. فبعدها كان في أصوات غريبة غير مفسرة وظهور زرار في غرفة فاضية. لكن الحكاية الغريبة بقى تبدأ لما في واحد كده راح قبل كده. نوعية الأماكن اللي كانت بتروحها آية كانت غريبة جدا قبل اختفائها، والروايح اللي في الأماكن اللي بتروحها كانت وحشة أو غريبة جدا اللي بتظهر بعد ما غادرت. وبس هي دي القصة. خلينا ننتقل للقصة التانية. ولو انتم مش حاطين اشتراك دلوقتي روحوا اشتركوا في القناة دلوقتي، واللي جديد عندي أهلا وسهلا بيك في قناتنا. المهم يلا نبتدي بالقصة التانية واسمها ظل الليل. طبعا القصة دي طويلة شوية، وبس هي دي 3 قصص يعني. هو الفيديو مش طويل خالص لأنه 4 دقايق بس يلا عادي. المهم ظل الليل. بتبدأ القصة في قرية هادئة بعيدة عن المدينة. كان في بنت اسمها ليلي. تمام، يعني كل اسمهم زي بعض تقريبا. كانت بتعيش مع أسرتها في بيت قديم جنب غابة يعني زي التاني يعني. على الرغم من الهدوء اللي كان بيحصل في القرية، إلا أن الغابة كانت دايما مليئة بالأسرار والهمسات التي يعتقد الجميع أنها من الخرافات. وقبل كده
في مساء خرجت ليلى في نزهة على غير عادتها، يعني هي مش بتخرج من البيت خالص، يعني كده يعني حاجة غريبة. تمام. وبعدها ما رجعتش البيت تاني. بعدها بحث الجميع في القرية عن ليلى طوال الليل، يعني كل الجماعة كانوا بيبحثوا عن ليلى وكده وما لقوهاش يعني طول الليل، لكنهم لا يعثروا على أي أثر لها. وفي يوم من الأيام أو اليوم التالي يعني بدأ الأهالي يتحدثون عن إشاعات غريبة بأن ليلي قد اختفت في ظل الليل، وهو اسم قديم يطلق على منطقة في الغابة يقال إنها تخفي أرواح من ضوء طريق. مرت الأيام وأسابيع، وعاشت القرية في حالة توتر وقلق بسبب ليلي يعني. لكن إحدى لا يتمكن من العثور على ليلى. وفي إحدى الليالي ظهر شخص غريب في القرية، يعني شخص غريب كده يعني. كان لابس عباية سودة وعنده لحية وكده. تمام. وعينيه كده بتنور كأنها زي النار يعني. الجميع خافوا منه يعني. لكن أحد لا يجرؤ على سؤاله، يعني محدش رد على سؤاله اللي هو سأله ليه. بينما كان هذا الرجل يسير عبر الحقول، لمح أحد الفلاحين شيئا غريبا على حافة الغابة. كان هناك ضوء خافت ينعبث من بين الأشجار. ذهب الفلاح ليحقق في الأمر، وعندما اقترب اكتشف أن هذا الضوء كان صادرا من عيون ليلى نفسها. يعني ازاي بعد ما ليلى ماتت يعني وكده، ازاي عيونها لسه موجودة؟ التي كانت واقفة هناك، ولكنها لما الرجل جاء يعني اختفت تماما كأنها جزء من ظل نفسه. وعندما حاول الفلاح الاقتراب منها اختفت، زي ما قلت لكم اختفت ليلي في الهواء، يعني كأنها كده روح يعني. ترك وراءها آثارا غير قابلة للتفسير، يعني آثار مش هقدر أقولها لكم كده، دم وحاجات كده يعني. ذهب الفلاح ليحقق في الأمر، وعندما اقترب اكتشف أن هذا الضوء كان صادرا من عيون ليلى أو ليلي نفسها التي كانت واقفة هناك، لكنها كانت تبدو مختلفة تماما كأنها جزء من الظل نفسه. وعندما حاول الفلاح الاقتراب منها اختفت ليلى في الهواء، ترك وراءها آثارا غير قابلة للتفسير. منذ تلك الحادثة بقيت القرية تحت تأثير ظل الليل، ولم تسمع بعد ذلك أي أخبار عن ليلي، لكن ظلها أو ما تبقى منها ظل يحوم حول الغابة. تمام. وبس كده يا جماعة، يعني أنا عارفة إن الفيديو قصير جدا، ولكن هي دي القصص اللي أنا اكتشفتها من بنات كانوا بيلعبوا في ترك وورلد، وكلهم من بلدان مختلفة، ولكنهم كلهم يعني مش يعني كلهم مش أجانب، يعني هم كلهم عرب تقريبا. يعني القصص بتاعتهم مش بترعب جدا، ولكن يعني اللي بيخاف من الرعب والحاجات دي بلاش تتفرج على الفيديو ده. والحمد لله أنا اتشفيت في آخر فيديو، كان عندي رشح دلوقتي اتشفيت. فياريت الفيديو ده بقى يوصل لعدد كبير من اللايكات. وطبعا الكل متحمس جدا لاني هنزل لكم حلقة 2 من مسلسل حياة سعيدة، ولكن لازم اجهز البيت بتاعه، والبيت بتاعه بقى صعب جدا، فانا الصراحة مش رايقة. بس هنزل لكم الحلقة بكرة، هعمل لكم البيت النهاردة وهنزل لكم الحلقة بكرة عشان تستمتعوا وانتم بتتفرجوا عليها. طبعا الحلقة الأخيرة جابت تفاعل كبير جدا، مش مصدقة بجد، 14,000 مشاهدة. يعني شكرا بجد، شكرا من القلب، يعني بحبكم جدا ومتشكرة قوي على 1000 مشترك. وبس بحبكم جدا، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك بسرعة دلوقتي حالا عشان نوصل 2000 مشترك في أسرع وقت. طبعا ده في أحلامي، يعني مستحيل أوصل يعني العدد العبيط ده. المهم يلا أسيبكم بقى تشوفوا الحلقة بكرة إن شاء الله. خلي الحماس مليون بكرة، لأنه هنفجر الفيديو ده لايكات دلوقتي حالا عشان نشوف الحلقة التانية. لو فجرتوا الفيديو ده لايكات أو حوص، لو وصلتوا 50 لايك هنزل لكم الحلقة، لو ما وصلتوهوش خلاص مش هنزل لكم الحلقة. يلا بقى، اتمنى تكونوا استمتعتوا في الفيديو بتاع النهارده، وبس بحبكم جدا 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 يعني. وشكرا جدا على اللي هو 1000 مشترك مرة تانية، اشكركم جدا 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 من القلب الصراحة، لاني بحبكم جدا. وبس كده، باي باي.